الله 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 بجد الله. حبيت بقى دقة على حبة الكشري على حبة شطة. بصوا بقى الكشري حكاية حكاية حكاية. السلام عليكم، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هنعمل كشري بطريقه سهله ان شاء الله وهتعجبكم وهيوفر كمان معاكم في الوقت. هنبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وانا بليت العدس بتاعي، جبت ربع كيلو من العدس وبليته قبلها حوالي نص ساعه بميه دافيه او ميه بتغلي. بليه واركنيه على جنب عشان لما يستوي ما يفشرش منك ويبقى مهري. وبليت الحمص بتاعي وكمان هغير من عليه الميه، يعني الميه اللي انا بليت فيها ميه بتغلي وسبته كده ساعه او ممكن اسيبه من بالليل وبعد كده اغير الميه. وحطيت حله على النار فيها ميه بتغلي وفيها ملح وزيت، وجبت حله تانية فاضيه فيها زيت ورحت حاطه فيها بصلايه صغيره خالص مفرومه ناعم، مش متخرطه يا جماعه. خليكي دايما يعني التزمي بالكلام علشان يطلع معاكي طعمه حلو. انا فرمتها قوي يعني بشرتها جامد ناعم، ورحت حاطه لها فص توم كبير يعني معلقه توم كده محترمه، ورحت مقلباها مع البصله. واول ما يبتدي لون التوم بس يغير كده هيبقوا الاتنين لونهم غير بقى لونهم الجولد الذهبي ده الحلو. هنروح بقى نازلين بالطماطم بتاعتنا. الطماطم بتاعتي إيه حسب نوع الكميه اللي انت هتعمليها. انا مثلا عملت كيلو طماطم، انت ممكن تعملي نص كيلو من الطماطم واضربيها كويس قوي وصفيها. خليكي دايما في الكشري صفي الطماطم. وبعد كده رحت حطها على البصله وقلبتها، وهحط لها معلقه سكر. لو حسيتي الطماطم بتاعتك تقيله قوي ممكن تحط لها نص كوبايه ميه وتسيبيها تغلي كويس وتتسبك. خلي بالك من الحته دي، تغلي كويس وتتسبك. دلوقتي بقى انا رفعت العدس بتاعي على النار وخليته يغلي. بصي هتلاقيه مش هياخد معاكي 10 دقايق على النار، وهتلاقي ان الحبايه بتاعت العدس ماسكه نفسها ومش هتفتح كده ولا تبقى شكلها وحش، يعني هتبقى مستويه بس ماسكه نفسها. وبعد كده غيرت بقى الميه بتاعت الحمص وحطيت له ميه بتغلي ورفعته على النار. والحله بقى اللي فيها الميه اللي بتغلي هنزل فيها بالمكرونه. المكرونه بتاعتي قد ايه؟ انا حطيت مثلا من كل حاجه ربع كيلو او مثلا نص كيلو مشكل من المكرونه. انت ممكن تروحي للراجل وتقولي له علشان انتوا مثلا افراد قليله هات نص كيلو مكرونه مشكله للكشري، وهو هيديكي اسباجيتي على اي نوعين تانيين انت بتحبيهم، هيعمل لك تشكيله وتحطيها. انت عندك بقى المكرونه حاولي تقللي علشان ما شاء الله الكشري لما بتسلقي الحاجات بتاعته بيرمي حاجات كتير. بعد كده سلقت بقى المكرونه وتخلي بالك وتقلبيها كويس وخلي بالك عليها. ورحت بقى محيقه العدس بتاعي لان خلاص دلوقتي هصفيه. انا بوريكي ان هو استوى والحبايه ماسكه نفسها. وانا بقى المكرونه قبل ما اصفيها كنت مقشره البصل بتاعي وبقطعه بص رفيع خالص على الفلانشه. حاولي على قد ما تقدري، لو عندك مبشره اللي هي بتقطع البصل حلقات بتاعه الشيبسي اعملي بيها، مش عندك اعملي كده زي ما انا وريتك. انا عندي وهعمل بنفس الطريقه دي والطريقه التانية، بس انا حبيت اوريها لك. كده حلقات كده، اقسمي البصلايه نصين ونص حلقات كده يعني شرايح سلايس كده رفيع قوي، رفعي قوي على قد ما تقدري. وبعد ما تخلصي البصل هاتي بقى طبق واسع رصي عليه البصل كله او على الفلانشه بتاعتك ورشي عليه دقيق. الحركه دي بتخلي البصل بتاعك لونه يبقى ذهبي وفي نفس الوقت مقرمش وجميل. بصي انا هنا بقولك انا هعمل الاتنين زي دي كده او ممكن ابشرهم على المبشره. بصي انا صفيت العدس، بصي هوريكي كمان ان العدس بتاعي كل حبايه سليمه ما فتحتش مني. وصفيت المكرونه. بصوا يا جماعه والله كل ده وانا عملت كام حاجه وما استخدمتش حلل كتير. يعني انا حطيت في كازارولا العدس وكازارولا التانية الحمص بتاعي. الحمص بتاعك ممكن تعملي الكميه اللي انت عايزاها، ممكن تاخدي ربع كيلو وممكن لا تاخدي نص الربع يعني تمن كده حسب برضو عدد الافراد بتاعك، وتحطي فيه طماطمايه. انا هوريكي دلوقتي، خلينا في البصل الاول. البصل اهو عملت ابيض وعملت احمر وهوريكي وانا بحمر. ده الزيت اللي في الحله بتاعتي اللي هعمل فيه البصل. خلي بالك ان الحله دي هي هعمل فيها بقيه الحاجات بتاعتنا، عملت فيها المكرونه وهحمر فيها البصله وهعمل فيها الرز. وادي البصل الاحمر ورشيت عليه دقيق، غرقته كده بالدقيق يا جماعه علشان هيديني قرمشه جميله قوي. وكمان اللي مش بتعرف تحمر بصل قوي او بتخاف من السخونيه هو هيخلي البصل معاكي مقرمش ولونه احمر مش هيتحرق منك. علشان كده خلي بالك من التركايه دي.
ايدك بقى في البصل بتاعك كده، اصبري اول دقيقتين وبعد كده قلبي كويس، قلبي مرتين 3 كده، هتلاقيه اداكي اللون الجلد الجميل ده. بصي لونه ذهبي وجميل ازاي، في منتهى الجمال والروعه والله. شكله حلو وهتلاقي طعمه مسكر وجميل. ممكن تدي رشه سكر على البصل وهو بيتحمر، ماشي زي ما انت عايزه، وممكن لا، ممكن تعدي بين السكر والملح، تحطي رشه ملح ورشه سكر برضو. في ناس بتحب الملح، لا انا ما بفضلوش يعني، بس هو البصل بطبيعته بيبقى طعمه حلو اصلا. بصوا دي بصلايه الاحمر اللي لونها احمر، دي بقى البيضه. وخليكي الابيض هيديكي لون احلى من الاحمر، مع ان الاحمر مسكر اكتر بس الابيض هيديكي اللون احلى. انا بقول لك كل حاجه علشان انت اللي موجود عندك تعملي بيه، مش بقول لك اقفي على حاجه، بس انا بقول لك كل حاجه بعرفها لك يعني، كلنا طبعا شاطرين وعارفين. وادي الصلصه بتاعتي بتغلي، وبعد ما هتغلي هحط لها رشه من الفلفل الاسود صغيره، ورشه من الكمون محترمه، يعني معلقه صغيره كمون، مش معلقه الشاي يا جماعه، نص المعلقه، معلقه التوابل. وهحط معاها معلقه من الملح ورشه من القرفه، ودي ضروري هيديك النكهه بتاعت محلات الكشري، ما تنسيش الحته دي. بص بقى اللون بتاع البصل الابيض لونه جميل ازاي. واخدت بقى حبه من الزيت، حبه بس مش كل الزيت، بفلفل بيهم المكرونه، وبحط نقطتين كده على العدس عشان يبقى طعمه كله واخد من البصل، من الزيت بتاع البصل. بصوا بقى انا وريتك اهي العدس بتاعي كله مقفول ازاي، علشان الحته لما ابله شويه قبل ما اغليه، قبل ما اسلقه، بيبقى احلى بكتير. بصي بقى لازم بعد ما بصفي المكرونه ببردها بشويه ميه ساقعين، وبروح حاطه لها معلقتين 3 من الزيت، بفلفل بيهم المكرونه عشان المكرونه بتاعتي ما تعجنش وتمسك في بعض. لازم قوي الحته دي يا جماعه، افلفل المكرونه بحبه زيت. لو الزيت ده سخن ممكن تحطي معلقه عادي من الزيت العادي، ولما الزيت ده يبرد شويه انزلي بقى بحبه محترمين كده وفلفلي. وبعد كده بقى هاتي حبه شعريه، برضو حسب الكميه، ممكن تعملي نص كيلو رز، خدي عليهم ربع كيلو من الشعريه. الشعريه بتدي طعم حلو قوي. بحمر الشعريه قوي في الزيت اللي فيه البصل، انا باخد منه شويه، لو حاساه قليل كمليه. وبنزل بقى بالشعريه بتاعتي واحمرها، وبحط عليها فص توم، فص توم واحد يا جماعه ناعم، واروح مقلباه مع الشعريه. توم مع الشعريه وطبعا الزيت بتاع البصل، يعني توم وبصل وكل الحاجات الحلوه بتاعتنا. وبقى بقلب. دلوقتي بقى انا بحمر الرز بعد ما لون الشعريه بقى ذهبي وحلو، ذهبي فاتح، ما تغمقيش الشعريه، علشان الكشري كل ما بتفتحي الوانه كل ما بيبقى شكله حلو قوي وطعمه حلو، عشان طبعا العين بتاكل قبل الايه، قبل البق. حمرت بقى الرز حلو قوي. وهنا انا وانا بصفي العدس باخد منه شويه الميه بتوعه وازود عليهم واحطهم يغلوا على النار، وانزل بقى ايه اسقي بيهم. انا حطيت اهو طماطمايه للحمص بتاعي. ليه عملت كده؟ وهحط حته توم صغيره خالص مفرومه، علشان اخليه اللي يتبقى منه ما يترميش، مش حمص بتاع الكشري وخلاص، لا اللي يتبقى منه يبقى حمص الشام ونقدر نشربه وناكله عادي. فانت ممكن تعملي كده، يبقى عملتي ايه 2 في 1 يعني. وكده بقى بعد وانا بحمر الرز اهو حطيت واحده من الماجي. طب توابل الرز بتاعتنا ايه يا ياسمين؟ هحط واحده ماجي بس، وهحط معلقه ملح، وهحط رشه كمون حلوه، ورشه فلفل اسود صغيره قوي قوي علشان ما تغمقليش الرز. وممكن تستغني عنها عادي خالص، وممكن ما تستخدميش غير الماجي والملح، وهيديكي الطعم والتست تمام خالص، عشان طبعا الزيت بتاعنا مبهر بالبصل ومش عارفه ايه، فيبقى جميل. وميه العدس، وحطيت معلقتين من العدس اللي انا سلقاه حمرتهم في الاخر تحميره بسيطه كده قبل ما بسقي الرز على طول. وكده انا حطيت سقيت الرز بتاعي بالعقد المظبوط. بعرف منين ان هو مظبوط ولا لا؟ حطي المعلقه في نص الرز، لو المعلقه وقفت وسبتت تعرفي ان انت كده الرز بتاعك مظبوط. وطبعا انت بتبقي عارفه الرز بتاعك بياخد شوربه كتير ولا قليل، فبناء عليه تقدري تحطي شويه كمان ولا لا. واول ما يتشرب الرز كل الميه بوطي عليه خالص واسيبه براحته. وهنا بنرجع للصلصه. انا بوريك ان الصلصه بتاعتي كده اتسبكت حلو، والزيت بتاعها بيبقى طالع على الوش كده. طيب بتاخد وقت قد ايه؟ بتاخد وقت حسب ما انت النار بتاعتك عاليه ولا واطيه، ودايما وطي النار خليها هاديه. بتاخد مثلا 10 دقايق ربع ساعه. وحطي بقى الملح بتاعك ورشه طبعا السكر احنا حطيناها الاول، والتوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها، وهيبقى معاكي احلى صلصه. وزوديها بميه، زودها بكوبايه ميه حلوه كده علشان الصلصه بتاعتي تبقى خفيفه زي صلصه الكشري، مش بتبقى تقيله قوي زي التسبيكه.
وهنا بقى الرز بتاعي بصي استوى. طبعا الرز بتاعي انا بياخد عقد تاني، يعني شوربه تانية او ميه تاني، فانا هنزله بكوبايه تاني، بس هنزله بيها واحده واحده. ليه عملت كده؟ علشان انا حاطه عدس مع الرز، فخايفه عليه يعجن، فبنزل رشتين رشتين كده، مش بنزل بالكوبايه كلها مره واحده بعد كده. هنا بقى، وده طبعا حسب ما بيحتاج، ممكن انت ما تحتاجيش حسب نوع الرز. وريتك ان خلاص الصلصه بتاعتي خلصت، الزيت بتاعها طلع على الوش اهو في الجنب. والحركه دي ما بتطلعش يا جماعه طول ما النار عاليه، لازم النار تكون واطيه كده. خلاص بعد ما زودت الصلصه واستوت ومية مية وطلع كمان الزيت بتاعها على الوش، هروح بقى ركناها على جنب، وهجيب طاسه فاضيه فيها حبه زيت صغيرين من الزيت اللي انا كنت واخداه من تحمير البصل، هنزل بيهم بفص توم. انا مش هحمر التومه يا جماعه، انا هنزل بس بالتومه، ومش مش هحمرها ولا حتى هديها اللون. انا مجرد ما هفكها بس كده على الزيت، وطبعا النار شغاله بس واطيه خالص. وهروح حاطه ايه معاها؟ معلقه كزبره صغيره، واروح نازله بقى بالخل بتاعي، معلقتين خل، وبعد كده بميه دافيه كده تمام. الدقه بقى بتاعتي الجميله احنا بنعملها اهو. الزيت بتاع البصل حطينا عليه معلقه توم مفرومه، حطينا عليهم معلقه كزبره، معلقتين خل، نزلنا بالميه الدافيه بتاعتي، وبعد كده حطيت كمون ورشه شطه صغيره خالص، وحيقت بقى الدقه بتاعتي، حطيت ملح. بصوا يا جماعه انا ببقى عارفه المعيار بتاعي الميه قد ايه، فبحط عليه الملح. يعني انت حاولي تقللي الملح عشان لو احتاجتي تحطي ما يطلعش معاكي حادق. وهنا بقى جبت بوله صغيره فيهم عصير 2 ليمونه كبار، واروح نازله بقى بالدقه بتاعتي كلها فيه كده على البارد. بعد ما طفيت خلاص على الدقه وغلت، رحت بقى نازله بالليمون على جنب في بوله صغيره بالدقه كلها، وهركن الدقه على جنب. وهجيب برضو حبه الزيت الصغيرين الباقيين، حبه زيت معلقه يعني يا جماعه مش كتير ولا حاجه، وعليهم معلقه من الشطه كده زي ما انتوا شايفين، معلقه صغيره من الشطه، يا دوبك تقلبي وابعدي خالص وشك علشان ريحه الشطه ما تتعبش مناخيرك، وانزلي عليها بمغرفه او 2 من الصلصه زي ما انت عايزه. وهم دول حبه الشطه اللي هيبقوا عندك، اللي تقدري ايه تحيقي بيهم بقى الكشري بتاعك كده بمعلقه شطه جميله. وده بقى شكل الكشري بعد ما خلص. العدس اهو في الطبق مقفول وجميل، البصل لونه الجلد الجميل الذهبي الحلو قوي، الصلصه بتاعتي الزيت بتاعها على الوش اهو مستويه وجميله، المكرونه بتاعتي مفلفله، والرز بتاعي جميل. وكده بقى بعد ما عملنا الايه الكشري ورصيناه في الطبق،